مواجهة الصدارة بين الزعيم العرباوي وأصحاب السعادة فريق الوحدة الإماراتي جاءت سعيدة 5 مرات لأخضر الكويت، ورغم خلو الشوط الأول من الأهداف إلا أن بداية العربي كانت هي الأخطر على مرمى الوحدة، لكن العنابي أيضا هدد مرمى العربي، وكانت البداية عبر تسديدة إسماعيل مطر التي مرت بجانب القائم. تلاها أكثر من تهديد، لكن مدافعي العربي وخاصة محمد فريح وعبد الغفور كانوا في يومهم وحرموا الوحداوية من التسجيل في هذا الشوط، ومن خلفهم الحارس محمد غانم المتواجد في المكان المناسب أمام هذه التسديدة القريبة. العربي يعود لأجواء المباراة ويحاول الوصول لمرمى معتز عبد الله حارس الوحدة، والموسوي يسدد من مكان مناسب، لكن معتز يرد الكرة على دفعتين. العربي في الشوط الثاني غير، فها هو محمد فريح ومع بداية الشوط يسدد كرة قوية لم يقوى على ردها إلا العارضة، وها هو المدافع الآخر أحمد عبد الغفور يتوج تألقه في هذا اللقاء بهدف جاءت بدايته في القائم ونهايته في الشباك، مفتتحا أول أهداف العربي، وهي بالمناسبة سيرة وانفتحت. فالهدف الثاني جاء عبر حسين الموسوي الذي استغل خطأ دفاعيا بعد كرة طويلة ليسدد الكرة بالمرمى، مانحا فريقه هدف الاطمئنان وثقة أكبر. الهدف الثالث يأتي بصناعة البديل محمد زعبية الذي استلم كرة في منتصف الملعب يمررها للموسوي خلف المدافعين الذي أسقطها بدوره في مرمى معتز المتقدم. الوحدة يحصل على ركلة جزاء بعد إعاقة النجمي لعامر عمر ليسجل منها المحترف هوغو هدف فريقه الوحيد بعد أن سدد الكرة على يسار محمد غانم. تفاهم زعبية والموسوي مستمر ليأتي الهدف الرابع، وبصناعة أيضا من زعبية عبر كرة عرضية وضعها الموسوي برأسه في مرمى الوحدة. وفي الوقت بدل الضائع يرد الموسوي الدين لزعبية ويمرر له تمريرة بينية استلمها الأخير وتجاوز المدافع وسددها بالمرمى، هدفا خامسا أسعد به جماهير الزعيم الحاضرة. الهدف هي توفيق من الله وداعي أكيد من الوالدة، والحمد لله حققنا اللي نبيه. كنا نبي ناخذ مركز اول بالمجموعه عشان نباري الفريق اللي احنا نبيه، والحمد لله حققنا. يعني كان لنا هدف بالمباراه وحققنا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين على هذه النتيجه، توفيق من الله سبحانه وتعالى، ونهدي هالفوز حق الجمهور العرباوي، وان شاء الله يا رب نقدم مستويات احسن بالمباراه الجايه ان شاء الله مع الرفاع البحريني. امانه اليوم اللاعبين ما قصروا، يعني احنا اوكي متاهلين الاول ولا الثاني، بس كنا يعني بنتاهل الاول عشان بنفوز، عشان نكون المركز الاول، عشان نلعب على ارضنا ونكون دافع لنا وبين جماهيرنا. يمكن اليوم ما ظهرنا مباراه على مستوى، يمكن فريق النادي الكويتي لعبوا مباراه حلوه ويمكن استغلوا الفرص اللي علينا ويابوا عنا الاهداف، ونحن يعني احنا ما استغلنا يعني المباراه، يعني ما كانت لنا هناك من فريقنا، بس الحمد لله. العربي بهذا الفوز سيواجه الرفاع البحريني هنا في الكويت، أما الوحدة فسيلاقي الوصل هناك في أبو ظبي. مبارك الدوسري، ملعب الوطن.